هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هحكي لكم حكايه، بس قبل ما ابدا حابه اقول لكم اشتركوا في القناه، لان معظم الناس اللي بتتفرج عليا مش مشتركه في القناه، واعملوا لايكات وياريت الكومنت الجميل بتاعكم. يلا بينا نبدا الحدوته. بس قبل ما نبدا حابه كل واحد يطفي النور ويغمض عينيه ويسترخى ويتغطى بالبطانية بتاعته ويصفي ذهنه خالص عشان نبدأ الحدوتة. يلا. كان يا مكان في زمان بعيد بعيد قوي، كانت في مملكة اسمها مملكة بهرام. الملك بهرام كان ملك قوي وذكي جدا، بس كان عنده مشكلة خطيرة. كان بيحب اللي يقرب له يحسسه انه دايما صح، وما يحبش اللي يواجهه بالحقيقة. في قصر الملك كان في حيوانات وخدم كتير، بس كان اقربهم ليه اخين، واحد اسمه دمنة والتاني اسمه كليلة. وكانوا هما الاتنين من بنات آوى. كليلة كان هادي خالص وبيفكر قبل ما بيتكلم دايما، وبيقول القرب من السلطان محتاج عقل مش لسان. أما دمنة فكان طموحه أكبر من حجمه، كان نفسه يبقى صاحب قرار في المملكة. ففي يوم من الأيام وصل للمملكة ثور. الثور ده كان اسمه شتربة، كان جاي من أرض بعيدة وكان تايه من صاحبه. صوته كان عالي، ولما زار أول مرة الملك بهرام اتخض، لأنه كان صوته عالي قوي، والصوت ده كان مش طبيعي، ده خطر، لأن الملك مش متعود على الصوت العالي. فلاحظ دمنة الخوف في عين الملك، فقال لنفسه دي أكيد بداية حاجة، أكيد في حاجة هتحصل. راح دمنة للملك وقال له ما تقلقش يا مولاي، ممكن يكون مسكين ومش عارف يروح فين. راح الملك وافق يقابله، ومع الوقت اكتشف انه طيب وصادق وما عندوش خبث او مكيدة. وبدأ الملك يحبه ويقربه، وبقى يقعد معاه بالساعات يحكيله عن هموم الحكم ويستشيره ويتكلموا ويضحكوا مع بعض. بس هنا كان دمنة حس ان الارض بتتزحلق من تحته وحس بغيرة. دمنة راح لاخوه كليلة وقال له شايف السور ده خد مكاني. راح كليلة بكل هدوء قال له المكان اللي يضيع بسهولة ما كانش مكانك من الأول. بس الكلام ما دخلش دماغ دمنة، قرر يبدأ يعمل لعبة كده، أو مش لعبة، حب ان هو يوقع بين الملك وبين السور. عمل ايه بقى؟ راح دمنة للملك وقال له يا مولاي،
شطربة بقى صوته عالي وبيتكلم كتير مع جنودك، وانا خايف يكون ناوي على حاجة. وبعدين راح لشطربة وقال له الملك اتغير وبقى يشوفك ان انت تهديد عليه وشكله هيغدر بيك. راح شطربة اتلخبط وابتدى يشك في الملك، ودارت بينهم شكوك بين شطربة والملك، والاتنين متضايقين من بعض. راح في مرة الملك كان متعصب، ندى على شطربة وقعد يزعق، فحس شطربة ان الملك فعلا عايز يغدر بيه زي ما قاله مين دمنة. فراح الغضب اتملكه وقعد يزعق، وواحدة واحدة دارت بينهم مشاكل وانتهت الصداقة اللي بينهم، وبقوا هما الاتنين مش طايقين بعض، لا الملك ولا شطربة. وبعد كده شطربة مشي وساب المكان، وانتهت الصداقة اللي كانت بينه وبين الملك. بعدها وبعد فترة الملك بهرام حس بفراغ كبير قوي، وندم على اللي هو عمله. وفي نفس الوقت اللي دمنة حاول ياخد مكان شطربة فيه معرفش، والقصر مرجعش زي الاول. راح كليلة مسكتش وقال لأ انا مش هسكت، قال للملك كل الحقيقة وقال له كل حاجة حصلت، واني دمنة لعب بيه وانه ظلم شطربة وكان مظلوم. فبعدين بعد كده راح الملك امر بحبس دمنة وحكم عليه. وبعد كده حس الملك بالحسرة طبعا، بس ما قدرش يلاقي شطربة، بس اتعلم الدرس. جمع كل حكماء المملكة وقال لهم اللي يسمع للغدر يبقى شريك فيه. ومن يومها والملك اتغير وبقى يسمع اكتر من صوت ويفكر قبل ما يقرر. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. والحكاية دي هنتعلم منها ان الغيرة بتعمل واحد بتخليه ممكن يتصرف تصرفات مش كويسة ويأذي بيها اي حد، حتى لو كان الشخص ده ما عملوش حاجة. وممكن كلمة تنجي وكلمة تانية تقتل. وان المفروض الواحد يبعد نفسه عن اي حاجة فيها مشكلة، سواء كانت بين شخص والتاني او ايا كانت، لان دمنة وجود دمنة في القصر، وبسبب ان هو كان مقرب للملك حس بغيرة وحط نفسه في مشكلة. نمتوا ولا لسه صاحيين؟ احكي لكم حكاية تانية. طيب يلا تعالوا احكي لكم قصة كمان. كان يا مكان ما يحلى الكلام إلا على ذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي وما تنسوش الاشتراك في القناة. وعلى فكرة التفاعلات قليلة قوي، وكل ما التفاعلات تبقى قليلة يعني بحس انها مش مرغوب فيا بصراحة. فانت حاولوا بقى ايه يعني التفاعلات تزيد الايام اللي جايه، وباللايكات طبعا والكومنتات الجميله بتاعتكم. ولو حد عنده افكار ياريت يقولها لي. يلا بينا، لسه متغطيين، غمضوا عينيكم، يلا نكمل الحكايه اللي بعدها. كان يا مكان في مملكه بعيده قوي،
كان في ملك اسمه ملك نعمان. الملك نعمان ده كان يتسم بالشجاعة، كان ملك شجاع جدا، بس كل مشكلته ان هو مستعجل دايما وبياخد القرار قبل ما يسمع، ويحكم ولا يفهم، على طول قراراته عاجلة. وكان في حكيم كبير في السن في المملكة دي، الناس كلها بتلجأ له وبتسأله على كل حاجة في المملكة، بس الملك كان نادرا ما يسمع له ويسمع لنصايحه. ففي يوم حصلت مشكلة في المملكة، والناس اشتكت لمين؟ للملك. راح الملك وبغضب وهو متعصب قال اكيد في خيانة ومش محتاجة تفكير. راح الحكيم قرب منه وقال له يا مولاي، قبل ما تحكم اسمع حكاية. راح الملك بعصبية قال له قول بس بسرعة. راح الحكيم قال له ايه؟ كان في صقر، الصقر ده كان قوي جدا وكان بيطير عالي في السماء، وكان فاكر ان سر قوته في سرعته. وفي نفس الجبل كانت عايشة سلحفة بتمشي على مهلها، بس عينيها دايما كانت مفتحة. في يوم شاف الصقر نار مولعة في الغابة. شاف ايه؟ نار مولعة في الغابة. قال اكيد في هجوم، لازم اضرب قبل ما افهم، على طول اكيد في هجوم وفي حاجة حصلت فهضرب. ونزل بسرعة وضرب. فنزل بسرعة وراح ضرب وحطم عش طيور بريئة ملهاش ذنب وكسر بيوتها. اما السلحفة فضلت تراقب، ولما قربت لقيت ان النار دي نار ناس بتطبخ، مش حرب ولا هجوم ولا حاجة. الصقر ندم بس بعد ما اذى غيره. الحكيم راح بص للملك نعمان وقال له ايه؟ اللي يحكم بسرعة يندم على مهل. الملك سكت شوية بس للأسف ما سمعش الكلام. راح أمر الملك بعقاب الناس الأبرياء، والظلم انتشر، والناس زعلت وغضبت من الملك، والمملكة بقيت ضعيفة مش قوية. وبعد فترة ظهرت الحقيقة، والملك عرف ان هو استعجل وان ظلم ناس ملهاش ذنب. وراح الملك نعمان ندم وحس ان هو غلط، وراح للحكيم وقال له علمني ازاي اسمع. راح الحكيم قال له اسمع اكتر ما تتكلم، وشك اكتر ما تتعصب. ومن يومها والملك بقى يسأل قبل ما يؤمر، ويفهم قبل ما يعاقب. كده تخلص الحكاية، ونتعلم طبعا من الحكاية دي ان التسرع حاجة وحشة قوي، وان احيانا التسرع بيخلينا نجرح ناس كتير من غير ما نحس ان احنا جرحناهم، او نعرف متأخر فنندم وما نقدرش نصلح الغلط ده. وان القوة حتى لو كنت قوي من غير ما تفكر او عقلك ضعيف ومتسرع مش هيفيدك بحاجة. ولازم يكون عندك حكمة، تبقى حكيم
وافهم الاول كده. يلا اشوفكم بقى الفيديو الجاي.